السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا مبروك للنادي الأهلي، صفقة من العيار التقيل، انتقال أشرف بن شرقي إلى النادي الأهلي، وصفقة مدوية هتفرق مع النادي الأهلي على المستوى الأفريقي وعلى المستوى المحلي. لعيب يعني في كرة القدم بتاعتنا بيعرف يجيب جون، بيعرف يرقص، بيلعب بدماغه، بيشوط من بره ال 18، بيشوط فاولات. لعيب مهم ولعيب حافظ الدوري المصري. صفقة من العيار التقيل. كمان النادي الاهلي بيخلص دلوقتي رشاد المتولي، تقريبا يعني في محاولات ان هو يخلصوه، ممكن يتم الاعلان يعني. كمان هادي رياض، لاعب برضه بتروجيت، الزمالك عايزه، بس بكره لو الزمالك ما خلصوش هيبقى لاعب في النادي الاهلي برضه. كوتيسا ده فايلر طلب فيه مبلغ كبير جدا، تخطى المليون وشويه. كابتن محمود الخطيب شايف ان مبلغ كبير جدا على 6 شهور، لان عقده ينتهي بنهايه الموسم، وبالتالي قال لك نمضي معاه، او تقريبا مضوا معاه على بدايه الموسم الجديد. وفي المقابل هيجيبوا لاعب اسمه تامر ده بيلعب في الدنمارك، ده فلسطيني دنماركي، واللي يعني مخلصه من الاخر اسامه ابو علي هو اللي رشحه وهو اللي مخلصه. تامر ده لعيب دريبلر، يعني بيرقص حلو جدا جدا، لعيب مميز، ومواليد 2003، يعني لسه ما كملش 24 سنه، 23 سنه وشويه، يعني في بدايات رايح لل 24، فلعيب صغير السن، مواليد 2003. هيكون صفقه جديده برضو مع النادي الاهلي، وممكن يتم الاعلان عنها قريبا باذن الله. وفي كلام ان كوتيسا ده لو ما تأيدش، كابتن محمود الخطيب هيأيد علي معلول. في المقابل الزمالك عامل 25 مليون جنيه للصفقات. 25 مليون جنيه ده ما تجيبش صفقه، بس هو الزمالك يعني مجلس ادارته عامل 25 مليون جنيه، ولازم بقى رجال الاعمال يتدخلوا عشان الزمالك يجيب صفقات. قولا واحدا، صفقات من العيار الثقيل جدا جدا للنادي الاهلي، بيقوي فرقته، بيبقى المرشح الاقوى للفوز بدوري الابطال، والمرشح الاوفر والاقوى للفوز بالدوري المصري، في ظل مجلس اداره الزمالك قاعد بيتفرج على اللي بيحصل حواليه. اشرف بن شرقي بين قلبي بقى بين اهلي. اشرف بن شرقي بين قلبي بقى بين اهلي. السلام عليكم.